احسن فرايد تشيكن في مصر في دوري ابطال الاكل بين قوسين الفرايد تشيكن في مصر. فقط وحصريا على سبراي فود. احجز مقعدك الآن. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده على سبراي فود، والنهارده معانا دوري ابطال الاكل ومعانا ايه بقى؟ فرايد تشيكن. يبقى دوري الفرايد تشيكن، احسن فرايد تشيكن في مصر. فيلا بينا ندخل على طول في القرعه وتحمسوا. احنا النهارده ده كمان ضفنا كمان للعبه بتاعتنا كروت الكارت الاحمر والكارت الاخضر والكارت الاصفر. طبعا الكارت الاخضر ده يعني انت ماشي تمام، المطعم ماشي تمام وسليم وكويس جدا وبنشجعه. الكارت الاصفر ده تحذير ليه، محتاج يحسن من نفسه. الكارت الاحمر ده طرد مباشر، محتاج يراجع حساباته عشان يحسن من مطعمه عشان يرجع لسابق عهده مثلا. فدي من وجهات نظرنا. طبعا اللعبة زي ما انتم عارفين 11 نقطة التقييم، ومعانا 6 نقط من الطعم اللي هي التيست، و3 السعر، وواحد الجودة، وواحد الخدمة. فيلا بينا ندخل على طول في القرعة. معانا القرعة، معانا النهاردة 4 مطاعم بتقدم فرايد تشيكن من أكبر المطاعم في مصر. فاحنا داخلين معانا في دوري ابطال الاكل، هنقيم ونشوف كده. ممكن بعد كده يرشحوا لنا لو في مطاعم تانية محتاجين ندخلوها في دوري الابطال فتبقوا قولوا لنا، بس ده ممكن نبقى نعمل جزء تاني. ندخل على طول في الاول. فايف روستر الاول، المطعم الاول هيلاعب مين؟ فايف روستر. فايف روستر ضد هارت اتاك، مواجهة قوية جدا من العيار التقيل. أول مواجهة معانا طبعا احنا كده بنلعب نصف نهائي، يعني مظبوط بالظبط نصف نهائي دوري أبطال الأكل، دوري أبطال فرايد تشيكن. المواجهة التانية أنا عارفها يعني، بس يعني نوريها لكم برضو سسبنس. البركة، مطعم البركة اللي مكسر الدنيا آخر كام سنة وفتح في القاهرة كمان. والمطعم الأخير طبعا انتوا يعني ايه، فكروا شوية أكيد انتوا عارفينه، بازوكا. مطعم بازوكا اللي فتح بره مصر وفتح في الكويت ومكسر الدنيا في الوطن العربي. فيلا بينا ندخل في المواجهات كده. معانا اول مواجهه هارت اتاك، فايف روستر قصدي ضد هارت اتاك، والبركه ضد بازوكا. يلا بينا ندخل في المواجهات. متحمسين ولا لا؟ اعملوا لايك على طول، اعملوا سبسكرايب عشان تنتظروا الفيديوهات الجديده ان شاء الله، تبقى فيديوهات قويه جدا. فايف روستر وهارت اتاك. طبعا الباكجنج حلو وعجبني اكتر، يعني الباكجنج الاتنين كويسين حلوين، بس فايف روستر بصراحة يعني عامل براندنج عالي خالص ومظبط الدنيا. هنشوف كل محتويات كل حاجة. نبتدي بفايف روستر، بعد كده نبقى ندخل على هارت اتاك. حط هارت اتاك على جنب هنا دلوقتي. فايف روستر معانا العيش، ومعانا دي تقريبا كول سلو، 2 كاتشب، والوجبة بتاعتنا. ومظبطنا بقى ايه باكجنج بقى وحاجات ومنديل، والكيس بتاعه حلو بصراحة، براندنج عالي بصراحة. فيعني برضو حاجة، وفتح كمان في القاهرة والجيزة، فحاجة يعني كويسة جدا. نشوفوا المحتويات كده. معانا ديت طبعا المنديل والجلافز وكده. معانا العيش، معانا كول سلو، والوجبة بتاعتنا. الوجبة بتاعتنا مكونة، احنا جبنا حاجات يعني ايه اغلبهم كلهم متوحدين في نفس القطع، ما عدا البركة هو ايه المختلف ده. معانا 3 قطع طبعا اخترتهم. احنا جايبينها النهارده الفرايد تشيكن كلها جبناها اوريجينال عشان ما يبقاش فيه حاجات فروقات كبيره، فنجرب الاوريجينال عشان تبان كمان التتبيل بتاع الفراخ وكده. فمعانا 3 قطع، ومنهم اصلا اخترت قطعتين من الصدر ده، قالت لي متاح عادي ممكن تختار، فحاجه كويسه جدا في مطعم شابوه يعني. طبعا 3 قطع ومعاهم بطاطس، هي وجبه كده اسمها مش عارف هقولها لكم اسمها دلوقتي. وطبعا العيش وكول سلو وباكت بطاطس، دي ب185 جنيه. شايف سعرها كويس، مناسبة، شايف سعرها مناسب يعني ايه لأغلب الناس، يعني ايه مقارنة بكل مطاعم فرايد تشيكن، هي دي الأسعار حاليا يعني. دي سعرها. ونشوفوا معانا. ندخل بقى على هارت اتاك. هارت اتاك طبعا بالتغليف المتعودين عليه. هارت اتاك جرافز بره، قطعة عيش، وواحد كاتشب. دي عبارة عن 3 قطع برضو، منهم قطعتين قطعة صدر وقطعة ورك وقطعة جناح. طبعا عيش حلو باين عليه فريش، وجلافز واحدة كاتشب، وسعرها 160 جنيه.
فهنقيم طبعا، بس اول حاجه هنلبس الجلافز ونشوفه. الجلافز بقى بتاعت هارت اتاك هنلبسها هي ايه بره كده، ايه جلافز سريعه. اول حاجه هنبتدي ب 5 روستر. البطاطس بتاعته دي وجبه هارت اتاك معهاش بطاطس، بس هي احنا اخترنا اهم حاجه فرايد تشيكن يعني. بسم الله. دي الفراخ صدر، طبعا جبت قطعتين صدر فحاجه كويسه جدا، انا بحب الصدر يعني. هندوق فراخ نضيفه ولونها ابيض جوه يعني. بسم الله. لا الفراخ نضيفه بصراحه وجميله، جميله جميله يعني. ندوق هارت اتاك. هدوق الصدر برضو، بس في اللون تحس هارت اتاك ذهبي شويه، لون مختلف سنه بسيطه. ندوق هارت اتاك برضو، الفراخ بيضه سنه. هارت اتاك بسم الله. 160 يعني فرق 25 ما بين الاتنين. معاه 3 قطع صدرين، حاجة كويسة. ده عبارة عن صدر وفخد اللي هو ورك، معوش كول سلو، معوش بطاطس. ب25 اخد بطاطس وكول سلو، بس الاتنين تتبيلة كويسة. مواجهة صعبة جدا بصراحة، انا جايب عتاولة الفرايد تشيكن في مصر، بس لازم نحسمها. ادوق بس الكول سلو بتاع، افصله كده شوية، هو مغلفه كويس، حطه كمان في كيس عشان ندوق الكول سلو بتاعته. نقيم بقى ايه، حان وقت التقييم. يا ترى اكسب مين؟ من وجهة نظري انا اروح 185 3 قطع، منهم قطعتين صدر ماشي وقطعة جناح، وهنا قطعة صدر وقطعة ورك وقطعة جناح، واخد معاه بطاطس 5 روستر، واخد معاه كول سلو وعيش. ف كده اعدي كام؟ اعدي 5 روستر هديله 11 من 11 العلامة الكاملة وشابوه بصراحة. هارت اتاك هديله 9 من 11، ناقصوا بعض الحاجات بعيدا عن الباكجينج والحاجات دي كلها، بس يعني بتكلم على مكونات الوجبة نفسها، فكانت محتاجة تبقى أحسن سنة بسيطة. بس الاتنين جامدين، طعمهم تيست عالي، بس أنا من وجهة نظري هكسب 5 روستر. 5 روستر وصل للنهائي. طبعا الكروت اللي احنا دخلناها في اللعبة ديت ممكن نستخدمها في أي وقت ممكن. فيلا ندخل على المواجهة التانية، البركة ضد بازوكا. يا نهار أبيض، مواجهة نارية جدا، مواجهة من العيار الثقيل. يلا بينا، دي حرب، الماتش ده حرب معايا بازوكا ضد البركة. البركة طبعا هنبتدي بالبركة، الباكجينج بتاعه بيقلد البيك بالظبط، يعني انا جربت البيك كذا مرة، ده نفس براند البيك، يعني الاتنين بحرف الب البي يعني. فده البركة وده البيك، والبركة فعلا بركة. جبنا وجبة نص فرخة بروستد. اكتب لنا، هنقول لكم سؤال دلوقتي، ايه الفرق ما بين الفرايد تشيكن والبروستد، عشان في تشيفات يقولوا في فرق، فاكتب لنا في الكومنتات، ده هيبقى سؤال الحلقة. البركة معانا عيش كول سلو طبعا بسبب التوصيل وكده اتقلبت. معانا نص فرخة بروستد. طبعا الوجبة دي ب 220 جنيه، جبناها طبعا عادي عشان نقيمه التتبيلة نفسها، بس بعد كده يعني ايه ممكن نجيب سبايس يعني عشان احنا بنحب السبايس. ندخل على بازوكا طبعا البراندنج المشهور بيه، عامل عرض كده يعني ايه، سألت مين عرض كويس. الوجبة دي ب 130 جنيه 3 قطع صدر وفخد ودبوسة، مفيش احلى من كده يعني، وعيش حلو وباين عليه فريش. معاه طبعا كول سلو، واحدة الكولا. البازوكا بقى بيعمل كولا، عامل براندنج عادي بصراحة. ومناديل بقى، الباكجينج بتاعه اللذيذ، مناديل بقى وكاتشب، وحتى عامل كاتشب بازوكا
يعني مهتم جدا بالحاجات دي. نبتدي بالبركه. طبعا نص فرخه فيها كل المكونات، 4 قطع، نص فرخه. الصدر ده يا جماعه ده صدر من بتاع زمان ده. طبعا الفراخ اغلب الحاجات بردت، بس يعني احنا بنقيم الفراخ يعني هو بقى التوصيل وانتوا عارفين الحاجات دي، فالاحسن تاكل في الفرع يبقى الفراخ لسه طالعه من القلايه على بقك على طول. بسم الله. ده بصراحه لذيذه لذاذه. بطاطس بقى، شوف الدبوسه دي كده بتقول ايه. تعرف منين الفراخ فريش ولا لا؟ تبص على عظمه الورك، لو لقيتها غامقه تبقى مش فريش، لو فاتحه دي فاتحه فراخ فريش. بركه بركه فعلا. ندخل على بازوكا، بس حاسب اللي يضربني بالبازوكا ولا حاجه بعد الحلقه ديت هتلاقي بوازيك ضربه فيا. بسم الله. لا مواجهه صعبه خالص يا جماعه، مواجهه صعبه، بس لازم نحسم الجدل ده. ونفض الاشتباك. هنفض الاشتباك بشويه كول سلو من كل واحد. ندوق الكول سلو بتاعت بازوكا. لا لذيذه. كول سلو طبعا اللي غرقت. هو يحطها احسن البركه لو يحطها في نفس العبوه اللي بيعملوها المطاعم زي مثلا البازوكا، احسن من العلبه دي عشان العلبه دي مش محكمه خالص وغرقت الدنيا. ويحطها في كيس ولا حاجه زي 5 روستر يعني. بسم الله. لذيذه طبعا. ومطاعم قربت من نفس الطعم بتاع الفرايد تشيكن المشهور جدا اللي هو مقاطعه اللي انتوا عارفين. والبركه برضو عامل كاتشب البركه، يعني مطاعم البراندنج شغالين عليه والتسويق. الله ينور. يعني من وجهه نظري هكسب البركه هديله 11 وبازوكا هديله 10. هكسب البركه، بس يعني بازوكا بصراحه حلو وجميل جدا. هي حاجات بسيطه بس يظبطها وهيبقى هو منافس بصراحه قوي. والبركه بصراحه اول مره اجربه، شابوه على الطعم ده. والبركه الى النهائي لمواجهه 5 روستر وهارد راك لبازوكا. بس بازوكا خرج بشرف واداؤه عالمي بصراحه، اداؤه عالي. فندخل في النهائي معانا هيجمع ما بين 5 روستر والبركه. وتقريبا البراندين ابتدوا في اسكندريه، فبراندات اسكندرانيه وانتشروا بعد كده للقاهره، وفي منهم اللي خارج مصر كمان. البركه خرج في الدول العربيه. يعني شابوه للاتنين واداء عالي من الاتنين، بس لازم نحسم المواجهه القاتله دي النهارده. فمواجهه صعبه جدا، مواجهه صعبه بس لازم احسمها. وجهه نظري هكسب مين يا ترى؟ قولوا لي رايكم. بصراحه الاتنين جامدين. هكسب البركه هيكسب معانا النهارده المواجهه. بس طبعا انا بالنسبه لي وجهه نظري الاتنين البركه وفايف روستر تعادل. بس وجهه نظري دي اللعبه كسبت البركه وهارد راك لفايف روستر. يبقى البركه هو الاول، فايف روستر الثاني، بازوكا الثالث، وهارت اتاك الرابع. ده ترتيب اللعبه دوري ابطال الاجيال. اما ترتيب الشخصي البركه وفايف روستر الاثنين في نفس المركز، اول مكرر ده او ده. والمركز الثاني هيبقى بازوكا والثالث هيبقى هارت اتاك. فده تقييمي من وجهه نظري. هيبقى ده الترتيب. الاثنين ده هيبقى تعادل. الاثنين فراخ فريش فريش فريش، اثنين قيمه مقابل سعر، اداء عالي من الاثنين، براندنج هنا وهنا. وطبعا براندنج 5 روستر بصراحه فاجئني كويس جدا ومهتم بتفاصيل كتيره. فيعني دي من وجهه نظري في الحلقه النهارده. الاثنين دولت جامدين جدا و5 روستر جامد جدا. اما الكروت طبعا الكارت الاخضر ده هديه ل5 روستر وهديه للبركه. هما الاثنين هيتقاسموا الكارت. البركه و5 روستر هياخدوا الكارت الاخضر. ده يعني ان انتوا ماشيين كويس جدا وعايش وكملوا وتمام. الكارت الاصفر ده هديه لهارت اتاك، تحذير ليه عشان يحسن من نفسه، لان المنافسه دلوقتي بقت شديده وقويه جدا. فده تحذير لهارت اتاك. الكارت الاحمر مش هيخرج النهارده. كلكم تعذير الكارت الاحمر طبعا يخرج، بس مش هيخرج. وطبعا بازوكا عايش جدا كويس جدا ماشي كويس، فبرضه بازوكا كويس. ممكن نبقى نديله الكارت كمان ياخد الكارت الاخضر هو كمان. فبالنسبه لي دي كانت حلقه النهارده. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات.
تابعني على السوشيال ميديا، اللينكات في الديسكريبشن. واهم حاجه تعملوا سبسكرايب واستنوا كل جديد عشان نكبر في اسرع وقت. واستنوني في حلقه جديده ان شاء الله على سبراي فود. سلام.